بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده ان شاء الله باذن الله. الروتين بتاع النهارده كمان هيكون يعني كله نشاط جدا وحيويه. يلا بقى نتنشط كده ونرتب الدنيا شويه ان شاء الله باذن الله. هتتنشطوا جدا جدا والفيديو هيعجبكم جدا. اتمنى كده تتفرجوا عليه للاخر، وكمان اتمنى كده لو حد اول مره كده يشوفني ويتفرج عليا يدوس لي على كلمه اشتراك ويشرفني وينورني في القناه ان شاء الله باذن الله يستفيد معانا. واخواتي وحبايبي اللي دايما متابعيني ما تنسوش اللايك. بشكركم جدا جدا على كل الدعم اللي بتقدموه. ربنا يخليكم يا رب ويسعدكم. بصوا انا هنا كنت الصبح اليوم ده على فكرة مش اليوم اللي هنعمل فيه التنشيط والكلام ده، لإلا قمت وبعد ما عملت القهوة كده ليا ولجوزي فقال لي انا مش هروح الشغل النهارده، فطبعا ما دام هو في البيت انا مش هعرف اصور خالص تماما يعني. فخلاص بقى قلت خلاص النهارده مش هعمل حاجه. وبعد كده بقى كانت في كده حاجات طالباها من نون قلت اوريها لكم. انتوا قلتوا لي ان امازون مقاطعه وانا خلاص ما بطلبش منه حاجه، فقلت اجرب نون. كان في كمان حد كتب لي انه نون كويس يعني. فطلبت كده الفوط دي قلت اوريها لكم كده. دي انا جايباها للموب بتاعي. انا المره اللي فاتت قبل كده من كام فيديو كده قلت لكم كنت جبت واحده من العتبه كانت ب25 جنيه. دول كانوا الاربعه ب95 جنيه. هي الفكره ان هم بصراحه خامتهم احلى وتقيله ويعني فيها سمك كده، يعني عارفين كانت حلوه قوي بصراحه، عجبتني جدا جدا. بصوا انا كمان جبت الشمع ده جايباه للفوانيس بتاعه رمضان اللي شفتوها بقى في مشتريات رمضان. وجبت الشمع ده بصراحه جميل يعني. هما التلاتة دول كانوا ب120 جنيه. سعرهم كان حلو وكويسين جدا يعني. انا كنت بوريها لكم كده الشعله بتاعتها، عايزه اوريها لكم بتتحرك كده اكنه شمع حقيقي. كان شكلها تحفه بصراحه. وجبت الهوكات التانية دي او يعني او بديل مسامير عشان ما ندقش في الحيطه. برضو كانت كويسة. هي كانت ب65 جنيه تقريبا، كانت ستة أو حاجة زي كده يعني. مش فاكرة بصراحة عددهم بالظبط. أنا جبتهم كده قلت أخليهم في البيت يبقى معايا احتياطي لو حبيت مثلا أحط مسمار في حاجة أو زي شماعة يعني. قلت أجيبهم كده. دي الحاجات اللي جبتها من نون. هنا بقى كنا تاني يوم، اليوم بقى بإذن الله هنتنشط بقى فيه ونعمل كده شوية تنظيفات وشوية حاجات حلوة كده إن شاء الله بإذن الله. وهجاوبكم بقى إيه على يعني كام سؤال كده سألتوني. إن شاء الله بإذن الله هجاوبكم عليه. المهم الأول في سؤال كده حابة أجاوب عليه علشان هي كتبت لي كومنت. وبصوا هي بتقولي ممكن ما تقوليش معلومة مش متأكدة منها. الفلفل الأسمر مهم جدا وصحي جدا جدا، اعملي سيرش وتأكدي بلاش فتي. هو أنا والله مش بفتي ولا حاجة. الفلفل الأسمر أنا ما قلتش إن هو يعني إن هو مش ملوش لازمة. أنا قلت تمام نحطه بس بكميات قليلة علشان هو غلط على الكبد جدا جدا ودي معروفة. أنا مش بافتي ولا حاجة والله. أنا باقول مجرد معلومات بس باكون يعني عارفة عنها، سامعاها من دكاترة. أنا قُلت الفلفل الأسود هنحطه مع الكركم طبعًا له لازمة، يعني هو كمان اللي بيخلّي الكركم يتفاعل. فأنا مش بافتي. أنا عمومًا باشكرِك بس أتمنى إن أنتِ تسمعيني عشان هي قالت يعني إن أنا ما أقولش معلومة مش متأكدة منها. معروف إن الفلفل الأسود كتره غلط. أنا قُلت نحط بس بسيط ما نكترش عشان ده يا جماعة بيهري الكبد. ربنا يعافيكم ويشفي كل مريض يا رب. دي أول كومنت كده أو أول حاجة كنت عايزة أرد عليها. أنا هنا بقى جيت على البلكونة كده زي ما انتم شايفين طبعا بعد العاصفة والحاجات اللي حصلت والتراب، كانت كمية تراب كبيرة جدا في البلكونة. أنا قلت أنضفها كده. انتوا طلبتوا مني إن شاء الله مشاركة تنظيفات رمضان بإذن الله يعني. على قد ما أقدر هعمل معاكم كده شوية حاجات. انتوا عارفين طبعا ان انا في حد بيجي يساعدني وكده. فيعني هقول لكم يعني المجمل بتاع التنظيفات اللي هنعملها برضو. وهي معايا ان شاء الله باذن الله يعني. جيت بقى خدت ميه كده للبلكونه انضف بيها البلكونه. حطيت الكلوريل وحطيت اللي هو بتاع فريدة، المنظف بتاع فريدة. هنا انا بوريكم الفوطة بصراحة جميلة وسمكها حلو كده زي ما بقول لكم. هي جت طويلة شوية على الموب نفسها، بس انا تنتها. شايفين انا تانيها ازاي؟ انا بوريها لكم يعني. يعني الحمد لله هي نفعت بصراحة واحسن من اللي جبتها من العتبة. اللي جبتها من العتبة كانت خفيفة جدا جدا، شبه ان هي ما بتنشفش مية خالص. لكن دي بصراحة لا، بتنظف وبتنشف. فكانت حلوة بصراحة. فانا برضو قلت اقول لكم يعني لو حد محتاج زي كده وكان بيدور عليها كتير. كان في حد سألني كمان على الموب ده.
يعني هي بتقول لي: "أنتِ جايباه منين وبكام؟" بصراحة أنا جايباه من فترة بقى له 3 سنين، يعني هو داخل في 3 سنين، جايباه من فترة كبيرة يعني. هو كان ب250 جنيه منين؟ أنا جايباه من محل عادي جدًا يعني قريب مني كده. آآ، فمش يعني مش مكان معروف، بس هو دلوقتي موجود، أنا شُفته كتير في العتبة اللي هو نفس الشكل ده. هو طبعًا في دلوقتي منه حاجات كتيرة وmaterial كتيرة جدًا وأسعار كتيرة جدًا. يعني دوّة أنا شُفته على برضه على منصات كده. كان كاتبين عليه نفس الشكل ده ب200 جنيه، يعني ده طبعًا قبل ما الحاجات، يعني أنا جايباه من قبل اللي هم التانيين الأكليريك بقى ومش عارفة إيه الكلام ده يطلع يعني. بس فمتاح إن أنتِ هتلاقيه في العتبة، حتى لو مش لاقياه في الحاجات البيدجات اللي على الفيسبوك وكده، هتلاقيه في العتبة. هنا بقى كنت خلّصت البلكونة ونضّفتها، كان في حد برضه بيقول لي على سور البلكونة. إيه تجربتي معاه؟ السور اللي هو الإزاز، حلو جدًا وجميل، هي بس طبعًا إن هو بيبان عليه التراب بسرعة، يعني عايز يوميًا يتلمّع. أنا طبعًا كنت لمّعته، كنت نضّفته كده يعني بس ما صوّرتش. هو حلو وشيك وحاجة يعني مش منتشرة، حاجة كده نادرًا ما تلاقيها، يعني هو شِبه إن ما حدش عامله. فإن أنتِ تعملي حاجة كده نادرة يعني دي بتبقى حاجة حلوة وشيك بصراحة يعني، والمهم يكون شكله حلو، هو شكله حلو جدًا. بس أنا لمّا حطيت فيه الورد المجفف، أنا ما كنتش أعرف إن مثلًا بعد فترة طبعًا مع الشمس والحاجات دي، إن لون الورد المجفف هيتأثّر. فلو هتعمله يعني اللي عايز يعمله ممكن الإضاءة كفاية. يعني لو هتحطّي فيه LED زي ما أنا ما حاطة كده هيبقى تمام وفُل أوي وجميل، وهيبقى شكله برضه ما فيش حد عامله، هيبقى جميل أوي. طبعًا هنا أنا كنت بقى في دورة غسيل كده خدتها نشرتها، دي كانت اللي هي المفروض الكفرات بتاعة البطاطين زي ما أنتم عارفين، أنا دي كمان فكيتها، دي بتاعة بنات التانيين، أوضة بنات التانيين أنا فكيتهم. وبرضه عملت كل وجه لوحده كده عشان هاعملهم زي السراير التانية، حلوة بصراحة وجميلة جدًا والحمد لله يعني. إن هي نفعت تبقى كده، علشان كانت البطاطين بتتكلكع فيها وكانت بتبقى مش حلوة خالص يعني. المهم كمان في حاجة عايزة أكلمكم فيها النهارده، يعني إزاي نسهّل على نفسنا التنضيف، إزاي تنضيف البيت يبقى سهل عليكِ. الحاجات اللي إحنا لسه بنتكلم عليها بالنسبة للموب والحاجات دي، الحاجات دي مش رفاهية يا جماعة، الحاجات دي بجد، بجد هتسهّل عليكِ تنضيف البيت، هتسهّل عليكِ، هتبقي حابة إن أنتِ تنضّفي البيت. الأدوات اللي بتساعدنا في تنضيف البيت، سواءً كان بقى أجهزة بالكهربا، سواءً كانت فوط تنضيف، سواءً كانت مثلًا حاجات زي الموب أو الكلام ده كله، بصراحة بيساعدنا في تنضيف البيت، أو المنظفات، كل الكلام ده بيساعدنا في تنضيف البيت، بيسهّل علينا تنضيف البيت. وهنشوف يعني مثلًا الموب ده بيسهّل عليكِ تنضيف البيت جدًا، حلو وجميل، والفرشة بتاعته كده يعني عارفين اللي هي مش سميكة، بتدخل معاكِ في أضيق الأماكن، فبتبقى حلوة أوي. أنا جيت هنا على الرُكنة، فتحت بقى الشباك كده وفتحت البلكونة وكل ده بيهوي كده الreception. جيت على الرُكنة كده شِلت الفرش اللي عليه نفّضته، أنا طبعًا لسه مش هاغسله دلوقتي، إن شاء الله بإذن الله شوية كده لمّا نبدأ في تنضيفة رمضان. بس شِلته اديته كده، اديت الرُكنة كده تنفيضة ونفّضت المفرش كده، المفارش بتاعة الرُكنة اللي هو الcover ده، وحطيته تاني، وهاضبّط كده الدنيا وهالمّع بقى كل الترابيزات وكل حاجة هالمّعها، وهنكنس كده وهنشوف الدنيا هتبقى عاملة إيه برضه، لإن بصراحة الدنيا كانت مطرّبة بعد التراب الشديد ده. وأنا باقول لكم جوزي كان قاعد أجازة السبت بقى والجمعة، كده أجازة. فبصراحة لمّا بيكون هو في البيت أنا ما باعرفش أعمل حاجة، يعني مش باعمل تنضيفات زي دي خالص طول ما هو في البيت، ما باعرفش يعني. فعشان كده إن يومين ورا بعض ما فيش تنضيف زي كده، فالدنيا كانت برضه يعني حاساها إن هي إيه، مش مضبوطة أوي. فحبيت كده النهارده أتنشّط معاكم وأنشّطكم أنتم كمان معايا، لو في حاجة وراكم كده تقوموا تعملوها، يعني إحنا عارفين إن إحنا هنبدأ في تنضيفات رمضان وكل حاجة، بس أكيد يعني مش هنسيب بيوتنا كده لحد ما نبدأ في تنضيفة رمضان، لأ، في اللي هي التنضيفات الحلوة الخفيفة اللذيذة دي كده. لازم طبعًا نخلّي بالنا يعني إن إيدينا برضه تبقى في البيت، يعني حتى لو مثلًا إحنا كمان أسبوعين والّا حاجة هنبدأ نعمل تنضيفات عميقة، ولكن برضه إيدينا في البيت زي ما إحنا. عملت الرُكنة كده نفّضتها كده، وجيت كمان على الأنتريه هنا برضه نفّضته، أنا مخصّصة كده قطعة قماش دي مخصّصاها لتنفيض الأنتريه بس، يعني أنا بانفّض بيها الأنتريه، الأنتريه ما فيهوش بُقع ولا حاجة، إحنا مش بنقعد عليه، ولكن من الجو بصراحة، هو طبعًا قريب من البلكونة، بيشرب بس تراب من الجو، وإن شاء الله بإذن الله هاغسله كمان على دخلة رمضان كده، تنضيفة رمضان يعني، إن شاء الله بإذن الله هابقى أغسله زي ما كنت مورياه لكم كده في الصيف اللي فات، كنت غاسلاه غسلة حلوة كده، بنفس الطريقة يعني.
بالنسبة للزبدة المرة اللي فاتت كان في حد كتب لي بيقول لي إيه رأيك في زبدة الشرقية ودهب، أنا قُلت إن أنا ما جرّبتهاش وما أعرفش عنها حاجة، في comment بقى لقيته مكتوب قُلت أقوله لكم برضه، إن هي جرّبت زبدة الشرقية ودهب، هي بتقول خسارة فيها الفلوس، يعني هي ما لهاش علاقة بالزبدة الفلاحي خالص، هي اللي كاتبة كده، أنتم لو دخلتوا على الفيديو بتاع اللي فات هتلاقوها كاتبة كده يعني. بتقول ما لهاش علاقة بيها خالص، طبعًا ما فيش أحسن من الزبدة الفلاحي، هو أنا بالنسبة لي طبعًا يعني الزبدة الفلاحي اللي جرّبها وعارفها هيعرف إن كل الموجود في السوق ده حاجة كده يعني ما علينا، ماشي. المهم هنا جيت بقى بالنسبة برضه للتنضيفات، الحاجات اللي زي ما باقول لكم كده اللي بتسهّل علينا، مثلًا زي الفوط دي، في اللي هي دي أنا جايبة اللي هي ecoWay، في greenway، في يعني كذا حاجة. أنا ما باعملش إعلان لمنتج ولا حاجة والله العظيم، أنا باحلف لكم كمان أنا باتكلّم يعني ليكم، أنتِ ممكن كل فترة كده تجيبي حاجة تسهّل عليكِ تنضيف البيت، الفوط دي حلوة أوي في تنضيف المرايات بصراحة، أنا كنت برضه مترددة وخايفة جدًا، ولكن لمّا جرّبتها بصراحة بالذات في المرايات، لإن المرايات أنا باجرّب معاها حاجات كتيرة أوي، الجلانس مثلًا أو مش عارفة إيه، لأ برضه كنت ألاقيها كده في علامة كده يعني مش اللي هي بتبرق كده وصافية خالص، لأ يعني. لكن بصراحة الحمد لله إن الفوط دي طلعت كويسة، فجميلة، أنا جايبة بتاعة التراب وجايبة بتاعة المرايات، هي طبعًا سعرها بيبقى مرتفع شوية عن الفوط العادية بصراحة، ولكن حلوة يعني أنتِ مش أنا الجلانس ده من ساعة ما جبت الفوط دي بقى لي أكتر من سنة أنا ما باشتريش جلانس خالص يعني، فبصراحة هي جميلة جدًا. جيت بقى هنا على أنا يعني كنست السجاد بالمكنسة زي ما أنتم شايفين كده. أنا طبعًا ما جِبتش اللي بتساعدني كل شهر وكده، اللي باجيبها مرّة في الشهر، بتيجي لي مرّة في الشهر علشان الامتحانات والكلام ده، زي ما باقول لكم كنت بانزل كتير بصراحة وما كانش في وقت، فالدنيا تحت الكراسي كده، أنا طبعًا زي ما أنتم عارفين أنا مثلًا إيديّا في البيت على طول وكل حاجة، ولكن بقى حسّيت إن الدنيا تحت الكراسي مش عاجباني، يعني الميعاد جِه وما اتنضّفش فيها، فقُلت هانضّف كده، أنا مش هاشيلها أوي السجادة، مش هاقدر طبعًا يعني أشيل الترابيزة دي تقيلة جدًا عشان هي عليها رُخام، هتشوفوا أنا هاعمل إيه كده. وعشان أنضّف تحت الكراسي يعني وكده. وبرضه جيت على الجزء ده كده كنست السجادة بتاعته وهانضّف كده برضه كل الأجزاء اللي باينة دي هننضّفها مع بعض. بُصّوا كان في حد بيسألني على البوتاجاز بتاعي هو نوعه إيه وهو كويس والّا إيه، النار بتاعته كويسة والّا إيه، أنا البوتاجاز بتاعي اللي هو الفريش built in اللي هو العادي 5 شُعلة. بُصّوا أنا هنا بقى لمّيت السجادة كده زي ما أنتم شايفين علشان أنضّف من تحت الكراسي كويس جدًا، يعني من غير مجهود أوي يعني برضه إن أنا ما اتعبش نفسي أوي، وفي نفس الوقت تنضيف حلو جدًا، جدًا للبيت يعني. الموب زي ما باقول لكم دوّة بُصّوا يعني هيسهّل عليكِ التنضيف بصراحة، يعني أنا كلامي النهارده يعني حاجات يعني تسهّل عليكم بس، يعني إن إحنا نفكّر في الموضوع ده. كل ما فكرتِ إن أنتِ تجيبي حاجات تسهّل عليكِ تنضيف البيت، هيبقى سهل بالنسبة لِك، يعني بجد التنضيف هيبقى سهل عليكِ، يعني الحاجات دي هتساعدِك جدًا وهتسهّل عليكِ، مش لازم تروحي تجيبي كل حاجة مرّة واحدة، أنا يعني باقول لكم مثلًا ده بقى عندي مثلًا بقى له أكتر من 3 سنين، وقبل منه كنت جايبة على فكرة الجردل اللي هو الدوّار ده، عارفين اللي تمسكوا الموف بتاعته وتتّكوا عليها تلِف دي، كان عندي برضه، بس للأسف يعني في حاجات مثلًا بتبوظ فيه أنتِ ما بتبقيش لاقية لها بديل. بس، فهو لمّا باظ بقى جِبت ده قُلت أجرّبه، الفكرة برضه إن أنتِ ما بتبقيش لاقية الفُرَش بتاعته دي يعني اللي هي الحاجات الفوط بتاعته، بس، فيعني طبعًا أهو بقى يعني طول ما إحنا عايشين بنتعلّم وربنا يدّيكم الصحة والعمر كده وتعمّروا في بيوتكم وتجيبوا يعني. طبعًا يعني صراحةً دلوقتي يعني غير زمان، عارفين إحنا الأجيال اللي طالعة دي الصحة بصراحة غير زمان يعني، ربنا يدّي أمهاتنا الصحة كان ضغط البيوت أكتر من كده، ولكن ربنا سبحانه وتعالى كان معوّض، هي نسبة وتناسب يعني، أنتم فاهمين؟ دلوقتي بصراحة مش هنقول إن إحنا بنصطنع المرض ولا حاجة وربنا يشفي كل مريض، لكن فعلًا من الجو والحاجات طبيعة الأكل والمَيّة وكل حاجة موجودة حوالين مننا ما بقتش صحية زي زمان برضه، فهي نسبة وتناسب، هو ربنا سبحانه وتعالى بيدّينا كل حاجة على قدّها يعني، برضه عشان ربنا سبحانه وتعالى يفتح أبواب رزق الناس، يعني ما هو أنا مثلًا مش هاقعد أقول أنا مش محتاجة دي ومش محتاجة دي ومش محتاجة دي، هو أرزاق ربنا سبحانه وتعالى موزّعها برضه. بُصّوا هنا أنا لقيت البقعة دي في السجادة هي تقريبًا كانت من امبارح يعني هي ناشفة يعني، فأنا بصّيت كده لقيتها وأنا بانضّف، جِبت بقى المنظف ده كمان جميل جدًا هو اسمه نون، كنت جايباه برضه من قبل ما أنقل بصراحة، يعني بقى له أكتر من سنة عندي، هو كان عرض كده كانوا 3 مع بعض مش فاكرة كانوا بكام، هو كان page لقيته كده على الإنستجرام يعني.
هو كمان يعني دي آخر إزازة حتى وقرّبت تخلص، فعايزة أجيب إن شاء الله بإذن الله، حلو جدًا بيشيل البقع زي ما أنتم شايفين، يعني أنا بصراحة كان أي حاجة تحصل بقى عشان أنتم عارفين الدنيا هنا الفرش وكده لونه فاتح، فباقوم حاطة بخّتين كده بالنسبة للسجاد أو أي مفروشات أي حاجة، هو لكل حاجة بصراحة، وللدهون والكلام ده كله يعني. خلاص بُصّي شال البقعة كده، طبعًا ضد حابة تشارك يعني. فهو شال البُقعة كده زي ما أنتم شايفين، فحلو بصراحة، دي كمان من ضمن الحاجات اللي يعني لو أنتِ خايفة مثلًا من الألوان الفاتحة تبقى في بيتِك، لأ في منظفات برضه بتساعدِك وبتسهّل عليكِ التنضيف، هو كمان بيشيل الدهون وصحّي وآمن يعني صراحةً يعني، عن كلام البيدج إن هو آمن وصحّي، يعني أنا باستخدمه مثلًا في الحوامل بتاعة البوتاجاز وكده. لمّيت بقى هنا السجادة دي برضه شوية كده وخدت الجزء ده كده برضه بالموب كده وتحت اليونت بتاعة التلفزيون، وضبّطت الدنيا هنا برضه الحمد لله لمّعتها كده. عايزة أقول لكم معطِّر فريدة ده بابقى حاطاه بجد بابقى يعني لمّا باحطه في المسح كده والله مش بابقى مش عايزة لا أعطّر ولا أحط أي حاجة، ريحته بتبقى ما شاء الله اللهم بارك، والدنيا زي ما شفتوا كده الحمد لله بُصّوا والحمد لله الأرض بتلمع والدنيا زي الفل، ربنا يديكم الصحة والعافية يا رب جميعًا يعني. البوتاجاز بقى بالنسبة للبوتاجاز هي بتسألني على البوتاجاز، أنا عملت عنه review قبل كده على فكرة، أنا بالنسبة لي بوتاجاز فريش عايزة أقول لكم أنا كنت جايباه برضه قبل ما أنقل من فترة عشان أنا الشقة كنت واخداها من فترة كبيرة، فكنت كل شوية باشتري حاجة واعينها، فلمّا جِبته أنا جايباه مثلًا أنا باستخدمه بقى لي سَنة وكنت جايباه قبليها بحوالي 4 سنين أو 5 سنين حاجة زي كده أو 4 سنين تقريبًا. النار بتاعته كويسة وكل حاجة وتمام، أنا بالنسبة لي كان اعتراضي الشركة نفسها المعاملة بتاعتها سيئة جدًا، يعني خدمة العملا مش حلوة خالص في التركيب قالوا لي هناخد 1000 جنيه يعني 950 جنيه في البوتاجاز و950 جنيه في الفرن وما قالوليش إن هُم هيجيبوا لي منظمات، أنا قُلت لهم إزاي يعني أنا هاركّب الحاجة ب1000 جنيه وقُلت لهم لأ، بعد كده باتصل بيهم المفروض إن كان في الفرن كده كان في حاجة تقريبًا أو البوتاجاز، فقُلت لهم على اللي حصل، قالوا لي: "لأ إزاي ده ما فيش الكلام دوًّا." ومش عارفة إيه، ما دام بتلاقي خدمة العملا مش قد كده، اعرفي إن المنتج مش قد كده، هي بالنسبة للنار كويسة، الstainless بتاعه بس حاساه كده مش اللي هو يعني مش بيلمع، يعني مثلًا أنا كان عندي بوتاجاز قبل ده اللي هو العادي تكنو جاز ده كان بتاع جوازي، كان مش عارفة كنت باحس الstainless بتاعه كده بيلمع كده وحلو. لكن ده بصراحة مش عارفة، يعني اللمعة بتاعته كده مش حاساها اللي هي بالنسبة كمان للفرن، الفرن أول ما شغّلته أول مرّة يعني الجزء اللي تحت بتاعه اتقوَص مع الحرارة والكلام ده، لقيته اتقوَص، عارفة يعني إيه اتقوَص؟ يعني اتنى كده بقى تحسّي فيه قُبّة لفوق كده. آآ بالنسبة للفرن، النار بتاعته هو حلو وتسويته حلوة وسريع جدًا، أنا مش هاعترض على كده ومش هاقول على كده لأ، ولكن يعني فيه عيوب برضه بصراحة يعني آآ بس ده اللي أنا حبيت أقوله على البوتاجاز، يعني لو هتقولوا لي أقيّمه مثلًا بنسبة كام، أقيّمه بنسبة 70%. يعني أنا بصراحة خدمة العملا هي ما كانت مش عاجباني خالص، ومش هاقدر أقول إن أنا مش هاحتاجها، لأ هاحتاجها، يعني أنا الإشعال بتاعه فصل كذا مرّة، عندي عين كده فصلت مرّتين وجبت لها الصيانة والمرّة التالتة فصلت، بس الحمد لله هي اشتغلت لوحدها، فيبقى بوتاجاز جديد وإن الإشعال يفصل دي حاجة مش حلوة طبعًا. كنت بقى خلّصت كده زي ما أنتم شايفين الحمد لله، لسه طبعًا هادخل أعمل كمان الأوضة بتاعتي هانضّفها، طبعًا في حاجات بابقى يعني مش كل الحاجات بابقى مصوّراها معاكم، أنا حتى قُلت لكم إن أنا لمّعت كل حاجة في البيت اتلمّعت الحمد لله يعني، ترابيزات وكل الكلام ده كلّه اتلمّع، وكمان كانت في دورة غسيل تانية برضه كده اتغسلت نشرتها كمان، برضه غسّلت الأطباق بقى فضّيتها وترويقات في المطبخ والكلام ده كلّه، عشان بس الفيديو ما يطولش أكتر من كده، أنا هاخدكم معايا بقى وأنا بانضّف كمان الأوضة بتاعتي كده. بس هنا زي ما أنتم شايفين كده الدنيا بقت زي الفل الحمد لله. أتمنى كده تكونوا اتشجعتم كده وشوفوا لو وراكم حاجة، بجد بابقى مبسوطة جدًا لمّا بتكتبوا لي إن أنتم أول ما بتشوفوا الحاجات دي بتتشجعوا كده وبتقوموا، يا رب كده يكون بفايدة دايمًا. طفّيت النور كده زي ما أنتم شايفين، ربنا يجعل كده الفيديوهات بفايدة ليكم يا رب، اللهم آمين يا رب.
وهدخل بقى على الأوضة جوه هشوف كده أكمل التنظيفات بتاعة النهاردة والتنشيط بتاع النهاردة. جبت كده المكنسة طبعا، شلت بقى فرش السرير ولمعت برضو كل حاجة، الكومودينو والتسريحة وكل حاجة. وجبت بقى المكنسة كده، قلت كنست الأرض كده زي ما انتوا شايفين. وبعد كده برضو جبت بقى الموب كده بالمية نظيفة طبعا، وحطيت فيها برضو الكلوريل، وحطيت فيها المنظف أو المعطر بتاع فريدة. انضف كده الأرض كويس جدا، وبعد كده بقى ايه هفرش السجاد ونفرش مع بعض الأوضة. في سؤال تاني برضو عن الحلل الطاسة اللي أنا بدخلها الفرن، هي كانت بتسألني على ايد الصينية، بتقول لي هي ستانلس ولا ايه دي، لو حاجة تانية يعني ممكن مع الاستخدام تسيح طبعا، يعني عشان هي هو هتشوفوها دلوقتي، هي طبعا من مش كلها ستانلس، هي مش ستانلس طبعا. هي طبعا بتسخن مع يعني لما بحطها في الفرن بتسخن، ولكن هي تصلح ان هي تدخل الفرن، هم قايلين لي كده في الشركة ان هي بتدخل الفرن. انا بقالي فترة طبعا بدخلها في الفرن وعادي وبتدخل، والايد لا مش بتسيح ولا حاجة، وممكن كمان بحط الغطا عليها ومش بيسيح ولا حاجة. بس طبعا هي بتسخن، لما نيجي نمسكها لازم نبقى ماسكين يعني معانا الفوطة او كده. فرشت بقى السرير كده زي ما انتوا شايفين. اللايك ما تنسوش اللايك. انا بس طبعا حتى الايموشن كده عشان كان وشي باين. عطرت بقى الأوضة كده، ولو ان والله بجد بتبقى مش محتاجة تعطير ولا حاجة بعد المعطر بتاع فريدة. بصوا، كان في كمان سؤال جالي على طقم التوابل اللي انا حطاه، يعني هي بتقولي حبيبتي، انا فاكراها على فكرة، يعني الاكونت بتاعها اسمه امنته بالله، ربنا يا رب يتم شفاكي على خير. هي معجبة كمان بالبلكونة، حبيبتي تسلمي، ربنا يجازيكي كل خير ويرزقك باللي نفسك فيه واكتر يا رب، اللهم امين. طقم التوابل هي بتسألني عليه منين، بصراحة انا يعني في حاجات كنت بجيبها اصلا قبل ما انقل وبعينها، يعني انا كنت بعينها للشقة، فكنت جايبها برضو قبل ما انقل بصراحة. بشوية كده، لما خلاص لما كنت خلاص مقربة ان انا هنقل جبته برضو، كان كنت شايفة ان هو طالع حلو كده يعني. انا كنت جايبة البرطمانات لوحدها والسلم جبته لوحده. هنا بس الفراخ دي الاول كده بعملها، انا حطيت كمون وفلفل اسود وبابريكا وبهارات فراخ وكركم، بس كده. وقطعت بصل كده قطع كبيرة، وزي ما انتوا شايفين كنت مقطعة وحطيت الملح، مقطعة فلفل وطماطم وجزر وتوم. طبعا يعني اخترت ان انا اعمل حاجة سريعة، عشان طبعا التنظيفات دي وكده بتاخد وقت، وكمان كان عندي بصراحة اكل في التلاجة، بواقي اكل يعني، عارفين في قلقاس وعندي بسلة وعندي فاصوليا ناشفة وعندي اللي هي البيضة دي. فانا عندي البنات يعني اكلهم بصراحة متعب جدا، بناتي الكبار دول بالذات ما بياكلوش كل الحاجات الخضار وكده، فدايما بيتبقى عندي. فقلت خلاص انا هعمل الفراخ دي كده، هم بيحبوها كده وبالصوص والكلام ده بتبقى حلوة يعني، الشوربة بتاعتها. وحطيت لها معلقة سمنة كده، وقلبت كل الكلام ده وحطيت الخضار، فهم بيحبوها كده بقى يعني، وعملت معاها شوية رز ابيض. وده كان الغدا النهارده، وقلت هطلع بقى الخضار التاني دوت، يعني لو في حاجة في التلاجة وكده قلت هسخنه وناكله، وجوزي طبعا ياكله عشان هو مش هياكل رز. خدت كده الرز اللي هعمله وبس كده. وهعمل بقى الرز. فبالنسبة لطقم التوابل، انا كنت جايبة البرطمانات لوحدها من محل اسمه مينتو. هي طبعا موجودة دلوقتي في كل مكان، في كل المحلات دلوقتي البرطمانات دي موجودة، والسلم كنت جايباه من النزهة الجديدة اللي هو بتاع البرطمانات ده. بس فربنا يا حبيبتي يرزقك باللي نفسك فيه ان شاء الله بإذن الله واكتر يا رب، اللهم امين. ويرزق كلنا جميعا يا رب، كل كده كل اللي معانا مستمعين وكل المسلمين يا رب، وكل الناس يا رب باللي نفسها فيه، اللهم امين يا رب. خلصت بقى قلت اعمل كده كوبايه نسكافيه، على فكره عملتها ودخلت اعمل لكم الفيديو كده امنتجه، عشان ان شاء الله باذن الله انزله لكم. ما تنسوش اللايك، ما تنسوش الاشتراك، يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا، واقول لكم مع السلامه، انتظروني فيديوهات جديده وروتينات جديده ان شاء الله باذن الله تستفيدوا منها. اتمنى كده تكونوا نشطتم، وان شاء الله باذن الله بقى عشان نعمل مع بعض تنظيفات رمضان.